بيبتدي فيلمنا بتاع النهاردة بمسرحية كانت بتحكي الحيوانات كانت عايشة ازاي قديما، وإنهم كانوا منقسمين لقسمين: قسم متوحشين مفترسين، وقسم الكائنات اللي مش مفترسة أو الفرائس. لكن دلوقتي العالم اتطور عن زمان خالص، وبقى المفترسين والفريسة عايشين مع بعض في حب وسلام. وبعد كده انتهت المسرحية، وبدأ كل واحد عايز يقدم دور في المسرحية يقول هو عايز يطلع ايه. كل واحد فيهم قال وظيفة عادية بالنسبة للحيوانات اللي حواليهم، إلا الأرنوبة جودي اللي قالت إن هي عايزة تبقى ظابط. وكله استغرب جدا، وباباها ومامتها كانوا خايفين جدا عليها لما قالت كده، وبدأ يحصل عليها تريقة، وقالت إنها هتحسن العالم كله وتوحد السلام لما تروح مدينة الأحلام. وبعد المسرحية جودي وهي مروحة مع باباها ومامتها قعدوا يقنعوها بإن حياتهم جميلة، وإنهم بيزرعوا الجزر معاها هم وإخواتها 275 أرنوب، وإن دي أحسن شغلانة للأرانب، وإن شغلانة الضابط دي خطر عليها ومش لايقة عليهم الشغلانة دي. بس جودي كان عندها رأي وما اقتنعتش خالص بكلامهم، وكانت مقتنعة برأيها إنها هتبقى ضابط في يوم من الأيام. وهي بتتكلم مع باباها ومامتها شافت الثعلب جدون وحست إنه بيضايق أصحابها، ففعلا راحت وراهم ولقيته واخد التذاكر بتاعتهم ومش راضي يديها لهم وبيستقوى عليهم. فراحت عشان تقوله إن اللي بيعمله ده غلط، وزقها جامد واتعورت واتخربشت وقتها. فطلعت وقتها إنها عرفت تجيب منه التذاكر بتاعتهم، ففرحوا أصحابها جدا وكانوا زعلانين عليها إن هي اتعورت، لكن قالت لهم إنها مش بتستسلم ومش بتيأس. وبعد 15 سنة قدمت جودي فعلا في أكاديمية الشرطة، وهناك عرفت إنهم بيقولوا إن في أكاديمية زاتروبلس في تغييرات جوية، ولازم يتدربوا على تدريبات وتغييرات الجو عشان يقدروا يستحملوا ويقاوموا الحياة هناك. ففي كل مرحلة من مراحل التدريب جودي هي الوحيدة اللي كانت بتفشل، لكن جودي ما استسلمتش ولا يأست أبدا، وقعدت تحاول كتير قوي في التمارين لغاية ما تخطتها كلها. وكرمها ليونهار بعمدة زاتروبلس اللي كان أسد، لأنها كانت أول أرنوبة تبقى ضابط شرطة وتعدي كل التغيرات البيئية دي، وفعلا عينها في الدايرة الأولى لشرطة زاتروبلس. ولأن العمدة كان مؤيد مبادرة لمعايشة الثدييات مع المفترسات، فعينها هناك معاهم. وهنتها نائب العمدة وقالت لها رفعت راسنا وسط المفترسين. الله أكبر عليك، ايه الحلاوة دي؟ وبعد كده راحت جودي للمحطة، وباباها ومامتها كانوا معاها عشان يودعوها، واللي كانوا فخورين جدا بيها وخايفين برضو عليها. فباباها قعد يطلع لها حاجات كتير زي طارد للثعالب وصاعق للثعالب وأسلحة كتير عشان تقدر إنها تواجه بيهم الثعالب والحيوانات المفترسة. لكن جودي عشان ما تزعلوش أخدت طارد للثعالب بس، وحضنت باباها ومامتها ومشيت. وباباها ومامتها في الوقت ده كانوا خايفين عليها جدا. وبعد كده ركبت جودي القطر، وكانت مبسوطة جدا طول الرحلة، وكانت مقتنعة جدا ان بداية حياتها هو انها لازم تفشل في حاجات عشان توصل لهدفها. وبعد ما نزلت من القطر كانت ماشية في المدينة وهي فرحانة جدا وكلها امل، وراحت للفندق اللي هتعيش فيه واستلمت الأوضة بتاعتها اللي كانت فيها مشاكل الدنيا كلها. لكن جودي ما كانتش حاطة في بالها وكانت متفائلة بكل حاجة. وفي تاني يوم صحيت جودي ولبست لبس الشرطة بتاعها وراحت لمركز الشرطة عشان تستلم الشغل بتاعها. وقابلت كلو هاوسر النمر اللي كان معجب بيها قوي، وقال لها انت لذيذة قوي. وقالت له لذيذة دي تقولها الحيوان شبهك، انما احنا مختلفين عن بعض، فده ممكن يكون لي معنى تاني. لكن كان لطيف جدا معاها، وهي كانت الوحيدة الصغيرة اللي فيهم، لكن كانت برضو متفائلة ومبسوطة انها زيهم وبقت زميلة معاهم. ودخل بوجو المدير بتاعهم واللي عدى حتة استقبال الجندي الجديد لانه اصلا ما كانش مهتم بجودي، وقعد يقسم عليهم الشغل. فكان في مجموعة مكونة من 14 حيوان واختفت فجأة وبقوا من المفقودين، واللي بالمناسبة كانوا من النوع المفترس. ودي كانت القضية بتاعتهم. وقعد فعلا المدير بوجو يقسم عليهم الشغل، يوزع الشغل كله على الحيوانات، بس ما وزعش الشغل على جودي. وفي الآخر قالت له انت نسيتني، انا عايزة اعرف ايه وظيفتي وايه اللي هعمله. قال لها انت هتمسكي المرور. فقالت له جودي لا انا عايزة ابقى ظابط زيهم. فقال لها ما تستهزئيش بشغلانة المرور، مش سهلة، والميت مخالفة في اليوم مش شوية. فجودي اتحدت نفسها وقالت له انها تعمل 200 مخالفة في اليوم وقبل الساعة 12 كمان. وفعلا استعدت جودي للشغل بتاعها وهو المرور، وراحت فعلا وعملت 200 مخالفة قبل الساعة 12 الظهر. وبعد كده شافت وايلد الثعلب واللي كان شكله مريب وكأنه عايز يعمل حاجة غلط، وراحت وراه وراقبته ولقيته داخل محل ايس كريم للفيلة. ولما وصلت جودي وراه المحل لقيته كان عايز يشتري ايس كريم عملاق لابنه الصغير
اللي كان نفسه يبقى فيل لما يكبر، لكن الفيل صاحب المحل ما كانش راضي يديله آيس كريم لأنه كان عنده حق إن هما ما يبيعوش أي حاجة غير للفيلة. لكن جودي اضطرت إنها تتدخل وقالت له إنها ضابط شرطة وإنها بتأمره إن هو يديله الآيس كريم بتاعه، وإلا هتكتب فيه قضية أو تمضيه على إنذار إنه مش بيعمل أكل نضيف وإنه مش بيستعمل جوانتي على زلمته، وده شيء مقزز جدا. فاضطر الفيل إنه يقبل إن هو هيديهم الآيس كريم اللي هم عايزينه. فقال لهم الثعلب إن هو نسي المحفظة بتاعته كمان، فعشان جودي قلبها أبيض وطيبة قالت له إن هي اللي هتحاسب على الآيس كريم، وحاسبت هي على الآيس كريم عشان ابنه الصغير يبقى مبسوط وفرحان. ومشيت جودي وهي مبسوطة إنها فرحت طفل صغير، وراحت كملت شغلها. وشافت بعد كده وايلد الثعلب وابنه وهما بيسيحوا الآيس كريم الكبير وبيحولوه لسائل وبيعبوه في أزايز، فراقبتهم علشان تشوفهم بيعملوا إيه. فلقيتهم بيروحوا مكان قطبي فيه تلج وبيجمدوا أزايز الآيس كريم اللي كانت معاهم وبيحولوها لمصاصات صغيرة متلجة، وعملوا كمية كبيرة جدا وراحوا يبيعوها للموظفين الصغيرين اللي بيبقوا طالعين من شغلهم. وبعد كده بيستفادوا من خشب الآيس كريم الصغير وبيبيعوه على أساس إنه خشب أحمر، وطلع إن اللي مع وايلد ده مش ابنه، ده طلع شريكه في الشغل. فراحت ليه واتهمته بإنه مطلوب القبض عليه. فقعد يقول لها بتهمة إيه، وقال لها مش هتعرف تمسكي علي أي حاجة، أنا بعمل كده من وأنا صغير، ده اسمه مكر وذكاء، وإنها مش هتقدر تعيش كتير في زاتروبلس، وإنها ترجع القرية بتاعتها أحسن وتبقى مزارعة جزر، لأنها هتتصدم بالواقع اللي هتشوفه هنا، وإن مش كل حاجة هي بتحلم بيها هتحققها، وإن زاتروبلس مش مدينة الأحلام ولا حاجة. وفي الآخر قال لها بمكر أرنوبة غبية. فطبعا جودي اعترضت جدا لأنه قال لها إنها غبية. فرجعت جودي للغرفة بتاعتها واللي كانت مليانة مشاكل كالعادة، وهي كلها حزن ويأس من كلام وايلد معاها. ومامتها وباباها اتصلوا عليها وعرفوا إنها شغالة في المرور، وفرحوا جدا لأنها أمان، وحاولت إنها تقفل لأنها تعبانة وعايزة تنام. وفي تاني يوم راحت جودي شغلها وهي زعلانة إنها شغالة الشغلانة دي وإن كان نفسها تبقى ضابط حقيقي. وفي الوقت ده استنجد بيها صاحب محل الزهور وقعد يقول لها الحقيني بسرعة، في واحد سرق مني الورد. فطلعت جودي وراه تجري بسرعة وقلعت جاكيت المرور. وبعد كده شافت عربية البوليس بتاعة الضابط وحيد القرن، وقال لها إن هو هيتم السيطرة على الموقف. وفعلا كملت جري وراه، وهم بيجروا دخلوا على بيوت الفيران والعرس وكانوا هيدمروا البيوت. فهي بشطارتها أنقذت البيوت وأنقذت فارة صغننة كان هيقع عليها الدونتس العملاق. وبعد كده الفارة شكرتها وحدفت على الحرامي الدونتس وأخدته وودته على المركز بتاع الشرطة. وطلبها الرئيس بوجو وقال لها وهو مش عاجبه اللي هي عملته ولا مقدره إنها ازاي تسيب المكان بتاع المرور بتاعها وتروح تسبب الذعر للأهالي. ودخلت ثعلبة المية فجأة وهم بيتكلموا اللي كانت بتدور على جوزها إيمت اللي كان مفقود من ضمن ال14. فاعتذر منها الرئيس بوجو وقال لها ان احنا بندور عليه، لكن حاليا مفيش رجالة عندي يشتغلوا ويدوروا عليه. فاستغلت جودي الفرصة وقالت له انها فاضية وهتدور له عليه. فطبعا ثعلبة المية فرحت جدا وحضنتها، وكل ده كان قدام الرئيس بوجو اللي كان متضايق منها جدا. فاستأذن من الثعلبة انها تخرج بره، وقعد يعنف فيها ويزعق لها ويقول لها انها ازاي تقول كده وانها مرفوضة لانها مخالفة للأوامر. فدخلت النائبة بتاعة العمدة وقالت له ان هي بعتت للعمدة انها مسكت القضية وانها فخورة جدا بيها. فاضطر بوجو ان هو يوافق وقال لها قدامك يومين تلاقي جوزها، وان انت ما لقيتهوش هرفدك. وفعلا راحت لكولو هاوسر عشان تاخد منه الملف، وكان ورقة وما كانش فيها اي حاجة تساعدها او اي طرف للخيط، وقال لها ان ده اصغر ملف قضية موجود عندهم. وكمان شافت الديل بتاع وايلد في الصورة واعتبرت ان هو ده طرف الخيط بتاعها وانها هتروح لوايلد. فعلا راحت جودي لوايلد وقعدت تسأله عن قيمة الثعلب واللي يعرفه عنه، بس هو مرضاش يرد عليها بحجة انه مشغول ومش فاضي. فقعدت تقوله ان مفيش حاجة لما يقف يتكلم معاها وان $10 بتوعه مش هيروحوا عليه. فقال لها مش انا قلتلك ان انت ارنوبة غبية جدا، انا بكسب في اليوم $200. ووقعته في الكلام وسجلت له بالقلم بتاعها اللي بيقوله وانه بيكسب كام، ودبسته في قضية التهرب الضريبي. وقالت له انه ما قداموش غير انه يساعدها. فبدأ يتكلم وقال لها ان هو ما شافش قيمة غير مرة واحدة بس، وفي المكان
المكان اللي هو هيوديها ليه. وفعلا وصلوا للمكان، وطلع مكان تدريب اليوجا، ووصلوا للجدي اللي كان في المكان وكان قاعد هناك، وبدأوا يسألوه انت آخر مرة شفت إيمت امتى؟ فقال لها ان هو ما شافهوش بقاله اسبوعين، وان هو يعرفه جدا، وقال لها ان اللي ممكن يعرف عنه المعلومات دي هو الفيل اللي كان بيدربه. فوصلوا للفيل فعلا، لكن هو مش فاكر اي حاجة، والجدي هو اللي قال كل حاجة، وقالوا على كل حاجة حتى رقم العربية اللي كان راكبها، وعرفوا ياخدوا رقم العربية. لكن جودي ما كانتش عارفة ازاي هتكشف على العربية دي، لكن الثعلب وايلد كان عارف وما كانش عايز يساعدها، بس هي بحجة التسجيل اللي كان معاها خلته يساعدها برضه. وراحوا لصاحبه اللي موجود في مكان كشف العربيات في المرور، وفعلا راحوا لمكان المرور، وهم هناك اكتشفوا ان الموظفين كلهم من نوع حيوان الكسلان، ونصحها انهم يروحوا لصاحبه فلاش. وفعلا فلاش صاحبه حاول ان هو يساعدهم وخلص الشغل في 10 ساعات بس. وفعلا اخدت الورقة اللي فيها عنوان العربية بتاعت إيمت، بس الدنيا كانت ليل بسبب فلاش والبطء اللي كان فيه. ولما وصلوا للمكان بتاع موقف العربيات هناك لقوه مقفول، وقال لها انت طبعا مش معاكي اذن عشان تدخلي بيه الشركة، فاديني التسجيل بتاعي واستني انت للصبح وتاخدي الاذن بقى براحتك. فقالت له تصدق عندك حق، ورمت له التسجيل جوه، وقالت له انه كده خلاص بقى معاها اذن انها شافت حرامي بينط السور على الشركة ودخلت عشان تنقذها. فاضطر وايلد ان هو يروح وراها ويساعدها عشان ما يتقبضش عليه، لحد ما لقوا العربية. وفعلا دخلوا يشوفوا ايه في العربية، لقوا محفظة إيمت وآثار مخالب. وقال لها وايلد لو إيمت كان هنا فهو شاف يوم صعب قوي. وفجأة قال لها يلا لازم نهرب. فلقوا ريمون وكيبل اللي بيشتغلوا مع الكبير اللي هو كان خايف منه وكان عايز يهرب، لكن هما اخدوه للكبير بتاعهم. وقبل ما نكمل قصتنا ما تنساش بقى تحط لنا لايك، تشترك في القناة، وتقول لنا رأيك في الجزء اللي فات ده في الكومنتات. يلا نكمل. وهم في الطريق عرفت جودي من وايلد ان هو باع سجادة للكبير بتاعهم معمولة من فر وزربيل، ودي كانت حاجة قذرة جدا. فطبعا الكبير ما كانش حابب انه يشوفه تاني. ولما راحوا هناك عرفوا ان جدته توفت ودفنها في السجادة اللي هو كان جايبها. وبعد كده جودي حبت انها تسأل الكبير عن إيمت وايه اللي يعرفه عنه، لانه كان في الطريق ليه، لكن هو ما ردش عليها وكان عايز يموتهم عن طريق التجميد، وقال لهم فعلا جمدوهم. وفي نفس اليوم كان فرح بنته، لكن قبل ما يجمدوهم على طول دخلت بنته اللي كان فرحها النهارده، وفجأة بتكتشف ان اللي كان هيجمدها هي الضابط جودي اللي انقذتها من الدونتس العملاقة. والكبير قال لهم خلاص ما تعملهمش حاجة وهاتوهم، وقعد يشكر في الضابط جودي وبسها، وقال لها انت قدمتي لي خدمة كبيرة جدا. وفعلا عزمهم على فرح بنته واكلهم من الجاتو اللي كان محطوط، وقال لهم ان إيمت هو اللي باع ليه الورد وهو اللي طلب ان هو يشوفه. فالكبير بعت له السواق الخاص بتاعه عشان يجيبه، لكن السواق قال له ان إيمت توحش جدا وحاول ان هو يموته وهجم عليه، وهو فعلا مش عارف السبب الحقيقي اللي خلاه توحش كده، لكن قال لها ان الحيوانات جواها غريزة التوحش، وان هو هيقدر انه يساعدها، ان هو هيديها عنوان السواق اللي ساكن في الغابة، وانتم هتروحوا له وهتعرفوا الباقي، وبكده اكون ساعدتكم. وبعد كده وصل السواق وقالوا له ان هو يحكي لهم ايه اللي حصل في اليوم ده. فقال لهم ان هو هجم عليه وقعد يصرخ ويقول العوين ليلا العوين ليلا، وان هو كان متوحش جدا اليوم ده. فطلبوا منه ان هو يستقبلهم في بيته ويقعدوا مع بعض ويتكلموا عشان يعرفوا اللي حصل ويقدروا يوصلوا الحل للي بيحصل ده. بس فجأة لقوه هو اللي هاجم عليهم ومش عارفين ايه السبب، وقعدوا يجروا منه في الغابة. والسواق كان وصل لمرحلة توحش عالية جدا، وجودي وهي بتجري منه بلغت الشرطة باللي حصل وعرفتهم العنوان اللي هي فيه، وقدرت انها هي ووايلد يمسكوه ويربطوه في الشجرة، لكن وقعوا من على الجسر واتربطوا في بعض. وعلى حظهم وصل بوجو وشافهم بالمنظر ده وهم متعلقين، وقال لهم فين إيمت؟ فهي قالت له انها وصلت لطرف خيط كبير جدا في القضية، وقعدت تحكي له اللي حصل، ولسه هتوريه السواق اللي هي كانت ربطاه في الشجرة، لكن فجأة ما لقيتهوش وهو مصدقهاش وما كانش عايز يسمعها. بس هي قالت له ان وايلد شافه، فقال لها انا صدقت أرنوبة زيك، بالنسبة لها كل الحيوانات متوحشة. وطلب منها ان هي تقدم الشارة واستقالتها. فصعبت على وايلد جدا وقال له ان انت اديتها 48 ساعة بس عشان تجيب لك مفقود، انت نفسك بقالك اسبوعين مش عارف تجيبه، فده ظلم جدا. وبعدين لسه بقى 10 ساعات، واخدها عشان يكملوا المهمة بتاعتهم. وبعد كده اخدها وركبوا التلفريك، وهم راكبين قعد يحكي لها القصة الحزينة اللي
في حياته وإنه اتظلم وهو صغير وكان نفسه يبقى شرطي، لكن صحابه استهزأوا بيه وقالوا له إنه متوحش وحطوا له أداة على بقه عشان تمسكه لأن هم وصفوه بإن هو متوحش. وفجأة وهم بيتكلموا اكتشفوا إن الطريق كله عليه كاميرات، وقال لها أكيد الكاميرات دي صورت السواق وإيه اللي حصل وإزاي اختفى من مكانه. ففرحت جدا وقالت له إنها ممكن تجيبهم من نائب العمدة، وفعلا راحوا لها ودخلتهم غرفة المراقبة بتاعة الكاميرات للشوارع العمومية، ووصلوا للعنوان اللي هم كانوا فيه وشافوا إن الديابة هي اللي أخدت ماتش. فراقبوا العربية اللي كانوا ركبوا فيها الديابة وعرفوا هم راحوا لفين، وفعلا وايلد وجودي راحوا للمكان ده ولقوا ال14 المفقودين موجودين. وراحت على إيمت عشان تطمنه إن هي جاية عشان تاخده وتنقذه، لكن إيمت هاجمها وفجأة سمعوا صوت حد داخل المكان فاستخبوا بسرعة ولقوه إن هو العمدة ودكتور معاه. فالعمدة كان بيقول للدكتور إزاي ما لقيتوش حل للحيوانات المفترسة دي، وكده هتأثر على منصبي ومكانتي. وجودي صورت كل الكلام اللي العمدة قاله، وفجأة تليفونها رن فبسرعة دخلت الناس عشان تشوف المكان وتنشطه وتشوف مين اللي لسه موجود. وهربوا كلهم من البلاعة ولقوا ال14 فقيد، وعملوا مؤتمر عشان يكرموا فيه جودي اللي لقت ال14 فقيد اللي كانوا عمالين يدوروا عليهم طول الفترة دي. فطلعت فعلا على المنصة وقعدت ترد على الأسئلة اللي كانوا بيسألوها لها. فجي سؤال ليها ايه اللي كان بيحصل ده، فالإجابة بتاعتها كانت كارثة، وقالت ان التركيبة البيولوجية بتأثر عليهم لان هم كده حيوانات متوحشة. فبلوز اضطرت ان هي تاخدها بسرعة وتنهي الحوار، عشان كده هي هتسبب الذعر للبلد والخوف. فنزلت لوايلد اللي هو رفض ان هو يشتغل معاها عشان هو من الكائنات المتوحشة، فهي مش هيشتغل معاها عشان ما يتوحش عليها وسابها ومشي. والمدينة من بعدها بقت كلها مظاهرات والحيوانات بقت ضد بعضها وما بقاش فيه استقرار ولا امن. فبعد ما العمدة ساب المنصب بتاعه عين بلوزر مكانه هي اللي هتكون العمدة. فهي وبوجو قرروا ان هم يخلوا جودي هي الواجهة او المتحدث الرسمي للشرطة، بس هي رفضت ده لان ببساطة هي حطمت اللي كانت جاية تعمله. فزعلت وقدمت الشارة ورجعت لبلدها وبقت تبيع الجزر مع باباها ومامتها وهي محطمة نفسيا. ففجأة شافت جيديون الثعلب وهو بقى شريك أهلها وبقى يعمل طلبات وبقوا عايشين في أمن. فكانت مبسوطة جدا بكده لأنها كانت السبب في اللي بيحصل ده. ففجأة لقت باباها ومامتها بيزعقوا لإخواتها اللي بتقرب من نباتات العوين ليلا، وقال لهم ابعدوا عنهم لأن ده بيبقى السبب في توحش الحيوانات. وراحت جودي بسرعة لوايلد عشان تحكي له كل اللي هي عرفته وبتطلب منه إن هو يساعدها. بعد مناقشات وكلام طلع وايلد إن هو بيسجل لها وكان بيعمل فيها حيلة زي اللي هي عملته فيه، وقال لها قدامك 24 ساعة إننا نوصل للحل ده. فهي فرحت جدا وجريت حضنته، وفعلا ركب عربية باباها. وهم راكبين العربية شاف مزرعة باباها وعجبته جدا وقعد ياكل منها، وقال لها ايه هي خطتك؟ فوريته الصورة بتاعت العرسة اللي كانت بتطاردها وهم لازم يوصلوا لها، وهو ده اللي كان سارق الزعفران ووداها ليه وطلبوا منه ان هو يساعدهم فهو مرضاش. فهم اتصرفوا وخلوا الكبير ان هو اللي يخلي العرسة تقول كل حاجة بدل ما يجمتها ويموتها. فاضطر ان هو يتكلم ويقول ان هو كان واخد العوين ليلا لخروف، ومكان الخروف ده في قطر قديم. وفعلا عرفت المكان وراحت جودي ووايلد للمكان، وطلع هو المخبأ السر بتاعهم وانهم كانوا زارعين كمية كبيرة جدا من نبات العوين ليلا، وانهم بياخدوا النبات ده ويحولوه لسائل ويحطوه في مسدس. وسمعوا الخروف وهو بيتكلم في التليفون عشان ياخد العملية الجديدة، وهو بيتكلم اعترف ان هو قتل بيه 2 وهو ثعلب المية اللي هو إيمت، وبرضه صاب السواق. وهو بيتكلم في التليفون سمع صوت الباب بيخبط، وكانوا مجموعة خرفان تانيين بيخبطوا عليه عشان يجيبوله العشاء. فبسرعة جريت جودي عشان تضربه هو والخرفان اللي معاه. كان رأي وايلد انهم ياخدوا الشنطة اللي فيها المسدس ويمشوا، وفعلا ساقت القطر ومشي بيه بسرعة، لكن الخرفان هجموا عليهم ونطوا من فوق من على القطر عشان يدخلوا يوقفوا جودي، وكانوا خلاص هيتصدموا بالقطر التاني، لكن مشيوا بسرعة جامد ودخلوا مدخل تاني وقدروا ان هم ينقذوا نفسهم. لكن القطر عشان كان ماشي بسرعة جدا حصلت حادثة واتحرق بكل اللي فيه. وفي آخر لحظة قدرت جودي ووايلد إن هم ينطوا من القطر، وكانوا واخدين الشنطة بطلقة عواء الليل، وكده هم معاهم الدليل. وفجأة وهم بيجروا عشان يوصلوا للشرطة لقت العمدة بلوزر ومعاها 2 خرفان ماشيين معاها، وبتقول لجودي إن هي تديها الشنطة. فكانت جودي فعلا هتديها الشنطة، لكن استغربت هي إزاي عرفت المكان ده. فبسرعة قالت لها لأ، أنا أفضل إن أنا اللي أسلم الشنطة للشرطة. وقعدت تجري جودي، لكن جودي وهي بتجري وقعت على رجليها. فبسرعة حاول وايلد إن هو يساعدها وقال لها ثق فيا، وفعلا ربط رجليها وحاول إن هو يسندها ويمشوا سوا، لكن مسكوهم ومسكوا الدليل
ومسكت العمدة بلوزر المسدس وصوبت المسدس على وايلد وقالت لها بكرة الجرايد تكتب عن إصابة الضابط جودي من ثعلب متوحش، ومشيت. ولسه كانت هتمشي لقت وايلد متوحش ولا حاجة، وكانوا بيمثلوا عليها عشان ياخدوا منها الكلام ده ويسجلوه. وفعلا البوليس جه ومسك العمدة بلوزر اللي هي أساسا قص المصايب اللي كانت بتحصل، وقبضوا عليها وعالجوا كل الحيوانات اللي كانت توحشت بمصل النبات، وفعلا عرفوا إنهم يعيشوا في سلام وأمان. ورجعت جودي للشرطة تاني وعلقت شارة للثعلب وايلد اللي بقى شريك معاها في شغلها. وبينتهي الفيلم بإن الضابط بوجو اداهم مهمة يعملوها، وهي إنهم هيمسكوا سواق متهور كان بيجري بسرعة كبيرة قوي. وفعلا راحوا المكان اللي كان المفروض فيه السواق واكتشفوا إنه فلاش الحيوان الكسلان صاحبه. وبكده يكون خلص فيلمنا بتاع النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لنا اللايك بتاعك الجميل وتشترك في القناة وتقول لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش تكتب لنا برضو في الكومنتات عايز الفيلم الجاي يكون عن ايه. سلام.